بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده في الكوره مع كوارش. حلقه مهمه النهارده هنتكلم فيها عن مباراه الزمالك وسموحه بكره. مباراه بكره الساعه 7 على استاد برج العرب باداره تحكيميه بالكابتن ابراهيم نور الدين. مباراه جايه في ظروف صعبه جدا لنادي الزمالك، ظروف اداريه وفنيه صعبه جدا تتمثل في القيد، تتمثل في اداره فنيه ما بين اسامه نبيه وما بين فيريرا. الزمالك كان تقدم بطلب للاتحاد المصري بتأجيل المباراة دي. كان عنده مباراة يوم الجمعة اللي فاتت مع شباب بلوزداد أو مباراة في بطولة أفريقيا، وعنده مباراة تانية يوم الجمعة الجاية مع المريخ السوداني خارج الأرض. لكن الاتحاد المصري رد على الطلب ده بالرفض، وقال إن احنا عندناش وقت إن احنا نأجل، وإن الفرق كلها لازم تلتزم بالجدول النازل من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. الزمالك آخر 5 مباريات خسر 4 وكسب مباراة. خسر من الأهلي، خسر من غزل المحلة، خسر من فاركو، وكسب فيوتشر، وخسر المباراة الأولى في دوري أبطال أفريقيا. ودي كانت الصدمة الكبيرة لجماهير نادي الزمالك اللي كانت بتمني النفس إن يبقى دي الانطلاقة الأقوى للزمالك في البطولة دي، بعد ما هم حسوا إن الدوري خلاص بعد كتير جدا عن الزمالك. فكان أملهم إن البطولة دي يبدأوا فيها بداية قوية، لكن الزمالك اتغلب على أرضه وسط جمهور 1-0 من شباب بلوزداد. عنده مباراة مهمة جدا يوم الجمعة الجاية مع المريخ السوداني. نتمنى إن شاء الله التوفيق للزمالك والعودة ب3 نقاط مهمين يدخلوه في الصراع في المجموعة مع الترجي ومع شباب بلوزداد والمريخ. لو جينا بصينا سريعا على موقف الزمالك وسموحة في الدوري، الزمالك بيحتل المركز السادس من 17 مباراة ب 29 نقطة، بفارق نقطة على الاتحاد السكندري وفارق نقطتين عن المقاولين العرب. بما يعني ان الزمالك لو كسب المباراة دي هيطلع من المركز السادس الى المركز الرابع، وينتظر اللقاء المؤجل ما بين المقاولين العرب والنادي الاهلي، عشان هيبقى الزمالك لاعب مباراة زيادة عن المقاولين العرب. الناحية الثانية سموحة بيحتل المركز ال 12 من 20 نقطة، بفارق نقطتين عن أسوان وفاركو، وفارق نقطة عن المصري وسيراميكا. بما يعني برضو ان هو في حالة ان سموحة قدر ان هو يكسب الزمالك بكرة ويحصل على 3 نقاط، هيتقدم 4 مراكز من المركز ال 12 للمركز الثامن، ودي هتبقى مباراة مهمة جدا لسموحة، و3 نقاط مهمين جدا هيخلوه يتنقلوا من مكان لمكان تاني خالص بقيادة أحمد سامي، مدرب كبير جدا بيعرف يلعب المباريات الكبيرة. لو جينا بصينا سريعا على القائمة الخاصة بالزمالك وخاصة بسموحة اللي حطها فيريرا واللي حطها أحمد سامي، والتشكيل المتوقع هنا وهنا وطريقة اللعب، هنلاقي إن فيريرا واخد في حراسة المرمى عواد وصبح ونديم، واخد خط الدفاع حمزة المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وعبد الشافي وعبد الله جمعة. خط الوسط رؤى وسيسي ونبيل عماد دونجا وسيد نيمار وسيف جعفر وزيزو وشيكابالا ونضاي ومصطفى شلبي ومحمد حسام بيسو. خط الهجوم سيف الجزيري ويوسف إسامة وسامسون إيكينولا، وغياب كل من أبو الفتوح وعمر جابر والونش ومصطفى الزناري للإصابة. على الناحية الثانية قائمة سموحة ضمت الهاني سليمان، عمر صلاح، أحمد حكم، شريف رضا، الياسيلة، محمد نادي، أحمد مصطفى الصباحي، محمد عصام، حليم وأحمد جمال، حسام حسن، أحمد شوشة، بنجامين بوايتنج، زياد طارق، دودو، محمد سعيد، حسين فيصل ومحمد المغربي ومصطفى سعد. ودول اللي اتنقلوا في الانتقالات يناير اللي فاتت اعاره من النادي الاهلي لنادي سموحه. طريقه سموحه دايما بيلعب بطريقه 4-2-3-1، والتشكيل المتوقع بكره اللي يلعب بيه الكابتن احمد سامي: الهاني سليمان في حراسه المرمى، مغربي ناحيه اليمين، شريف رضا ناحيه الشمال، قلبين دفاع احمد حكم وشوشه، قدامهم 2 حليمو ودودو، قدامهم 3 محمد الصباحي وحسين فيصل ومصطفى سعد، وفي الامام حسام حسن. على الناحيه الثانيه الزمالك اخر مباراه لعبها قدام شباب بلوزداد كان لعب بطريقه 4-2-3-1، بس اعتقد ان فريرا هيرجع للطريقه المعتاده بتاعته 3-4-3 بعد عوده المسلوسي لنادي الزمالك. حسام حسن هيبدا بعواد، تشكيل متوقع لنادي الزمالك هيبدا بعواد، حسام عبد المجيد، عبد الغني المسلوسي، 4 في النص عبد الشافي وعماد دونجا والسيسي وسيد نيمار، قدامهم مصطفى شلبي، وناحيه اليمين زيزو وسيف الجزيري قدام. تاريخ مواجهات الفريقين مع بعض كان دايما فيها تفوق للفارس الابيض، 20 مواجهه بينهم هما الاثنين. الزمالك قدر ان هو يفوز 11 مباراه وسموحه 3 مباريات، وكان التعادل في 6 لقاءات. اخر 5 لقاءات الزمالك كسب 4 وسموحه كسب مباراه واحده. اخر مباراه لسموحه في الدوري كان مع المصري البورسعيدي وتعادل 1-1، واخر مباراه للزمالك في الدوري مع فاركو والزمالك خسر بنتيجه تقيله 3-0.
خلينا نبص سريعا كده على الطريقه اللي بيلعب بيها الزمالك وعلى الطريقه اللي بيلعب بيها سموحه. زي ما قلنا الزمالك احتمال بكره يلعب بطريقه 4-3 بوجود الجزيري، وهنا زيزو، وهنا مصطفى شلبي، وهنا حسام حسن، فيصل، الصباحي، سعد ميسي، حليمو، ومغربي، وشريف رضا، وشوشه، واحمد حكم. الزمالك لو احنا فاكرين الموسم اللي خد فيه الدوري كان اخر 10 مباريات كان دايما بيلعب بطريقه 3-4-3. جه في بعض اللقاءات المدير الفني فريرا غير الطريقه ل 4-2-3-1، لكن انا شايف ان دي الطريقه الامثل لنادي الزمالك اللي حقق بيها نتائج كويسه جدا جدا في الفتره اللي خد فيها الدوري. كان اخر 10 لقاءات لو انتم فاكرين كسبهم ورا بعضيهم، وكان الاهلي حصل فيه بعض الاخفاقات وده اللي خلى الزمالك ياخد الدوري. طب الطريقه دي مفيده لنادي الزمالك في ايه؟ الطريقه دي بتعمل شويه مرونه في لعب نادي الزمالك في حاله ان لما بتبقى الكوره مع نادي الزمالك في حاله الهجوم، زيزو عنده حل من الاثنين، يا اما بيطلع لبره وبياخد معاه الباك الشمال بتاع الفريق المنافس فيقدر سيد نيمار يبقى عنده مساحه هنا يلعب فيها، او العكس زيزو يروح داخل هنا يلعب كرقم 10 فياخد معاه الراجل فيبقى هنا في مساحه يلعب منها سيد نيمار يستغل سرعته في مهارته في ان هو يلعب، وسيف الجزيري بيبقى متقدم يبدا يلعب له عرضيات او يخش هو ويتعامل على المرمى. نفس الكلام الناحيه الثانيه مصطفى شلبي لو جه هنا وخد معاه شريف رضا وطرف الملعب كده هيبقى فيه مساحه هنا لعبد الشافي ان هو يتقدم ويستغل المساحه دي، يا اما يتعامل على المرمى يا اما يلعب اوفر يضم معاه سيد نيمار او سيف الجزيري ويمثلوا خطوره على الملعب، او العكس زي ما شرحنا عند زيزو مصطفى شلبي هو اللي يخش هنا ويطلع عبد الشافي قدام يعمل اوفرات تعامل ويستغل المساحه دي عشان مصطفى شلبي هياخد معاه المدافع بتاع الفريق المنافس. في التوقيت ده السيسي بيطلع قدام بيزيد كوسط ملعب، دونجا بيأمن الحته دي، والمسلوسي بيأمن الحته دي، وحسام بيأمن الحته دي، وبيفضل عبد الغني في القلب هنا. دي كان الطريقه اللي كان فريرا بيلعب بيها وكانت في مرونه دايما في اللعب. لما الزمالك غير طريقته ل 4-2-3-1 عمل شويه صعوبه في نادي الزمالك عشان طريقه 4-2-3-1 دايما بيعتمد على الاطراف ان هم تبقى كرتهم عاليه جدا. كان في وجود بن شرقي كان عامل معاه الفارق، وفي وجود زيزو كان عامل معاه الفارق. بعد ما مشي بن شرقي مفيش حد قدر يعوض الحته دي. على الجانب الاخر نادي سموحه طبعا في حاله الدفاع لما تبقى كوره على نادي الزمالك بيضم مسلوسي بيخش هنا، وحسام حسن بيخش هنا، وعبد الشافي بيرجع مكانه فبتتحول ل5، ونيمار بتتحول هنا ل5-2-3 ووجود الجزيري ووجود زيزو ووجود مصطفى شلبي. ودي كانت الطريقه المثلى للزمالك اللي قدر هو يحقق بيها نتائج كويسه. طبعا الجانب الاخر سموحه بيلعب ازاي؟ سموحه من الفرق اللي في اسكندريه بتبقى صعبه جدا، بيقدر ان هو يلعب على الكره على الارض كتير، بيجمع كرات كتير وبيباصي كتير، وعنده استعداد يزهق او يدي ملل للفرقه اللي قدامه. سموحه من الفرق اللي بتلعب كرة على الارض، وفي نفس الوقت عندهم حسام حسن بيلعب بدماغه كويس، حسام فيصل بيلعب رقم 10، والصباحي ومصطفى سعد ميسي بمهارته هنا بيقدر يعدي وبيقدر يخترق. طب ايه اللي بيحصل لما بيبقى الكوره مع؟ طبعا هنا دودو بيتقدم وهنا حليمو بيتقدم وبيعمل الزياده العدديه مع التامين من مغربي ومع التامين من شريف رضا، او بيزيد عشان يعمل الاوفر. حسام حسن اوقات بينزل هنا في الحته دي كده وبياخد معاه مدافع المساك سواء عبد الغني او حسام، وحسين فيصل دايما بيشتغل من الحته دي، لو شفناه في ماتشات كتير دايما بيشتغل من الحته دي مع الصباحي وبينزل وبيتعامل على الجون او بيضم جوه وبتلعب له الاوفر من مصطفى سعد او من شريف رضا وبيقدر يتعامل معاها. سموحه لعبوا كتير على الارض مع كابتن احمد سامي، هيرهق الزمالك وهيرهق اي فرقه هتلعب معاه الفتره اللي جايه. عاملين نتائج كويسه جدا، كسبان ومتعادل اخر ماتشين. فرقه صعبه جدا على ارضها. نتمنى التوفيق للفرقتين، نتمنى الماتش يطلع بشكل كويس. الماتش مهم جدا للزمالك ومهم جدا لسموحه، بس طبعا زي ما قلنا مهم جدا للزمالك اكتر عوده الثقه، عوده الانتصارات من اول وجديد، هدوء بعض الشيء جوه القلعه البيضاء، تدي اريحيه شويه لنادي الزمالك وتدي استقرار شويه جوه الجهاز الفني. دي كانت نظره سريعه على المباراه ونظره سريعه على الطريقه اللي ممكن يلعب بيها
الزمالك وممكن يلعب بيها سموحه. نتمنى لهم ان شاء الله هم الاثنين التوفيق بكره، ونشوف مباراه كويسه تليق باسم الفرقتين. بكره ان شاء الله نشوفكم بعد المباراه في حلقه جديده في الكوره مع كوارش.